بحضراتكم، اهلا وسهلا بكم، وطبعا اهلا وسهلا بدكتور احمد، برحب بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك والساده المشاهدين. احنا شفنا في الفاصل طبعا لقطات من جامع الازرق، وعايزين نقف عند المرافق المرتبطه به من كتاب وسبيل ومدفن وتفاصيل كتير نعرفها من حضرتك. المسجد طبعا ملحق به مجموعه متكامله من المرفقات. من اهم هذه المرفقات في عندنا سبيل. هذا السبيل كان مخصص لساقي عامه المسلمين بالمجان، وخاصة ان هذا الطريق كانت بتمر منه يعني الخروج موكب الحج في هذه الفترة. احنا بنتكلم فترة مماليك، كان محمل الحج كان بيخرج من ميدان القلعة، ميدان صلاح الدين، بيمر عن طريق طبعا الشارع الموازي. وكان كان في عندنا العديد من الأزبلة في هذه المنطقة، يعني كانت كحاجة خيرية، كخدمة خيرية لعموم المسلمين في هذه الفترة والراكب الحج في هذه الفترة. ده بالنسبة للسبيل الموجود. الحاجة الثانية في عندنا في يعني ملحق برضو بالمسجد عندنا مدفن خاص بالأمير، دفن فيه الأمير أقصنكر السلاري الناصري في هذه الفترة. وده برضو حاجة بالنسبة يعني حاجة خيرية، بحيث الناس برضو تدعو الله عز وجل لهذا الأمير بالرحمة، وتفتكره دايما بالخير وقراءة الفاتحة وكل هذه الأشياء الجميلة. الحاجة الثالثة فيها عندنا بالنسبة للمسجد برضو في كتاب. هذا الكتاب ده كان مخصص لتعليم أيتام المسلمين القراءة والكتابة. ده برضو كان حاجة تنويرية. احنا بنتكلم في العصور الوسطى، أو بنتكلم برضو الفترة دي كانت فترة ظلام في أوروبا، واحنا كان في عندنا يعني في عندنا أمراء يعني على كاهلهم يعني نشر العلم والثقافة والآداب الإسلامية والشريعة الإسلامية وكل هذه الأشياء في فترة كانت صعبة، وكانت فترة فيها صراعات كتير جدا، وكان فيها حروب، وكان فيها مؤامرات. الحاجة المهمة برضو ان هذا المسجد يعني واخد التصميم اللي هو تصميم المساجد الإسلامية اللي كانت موجودة في كل العصور. يعني المسجد في كل العصور هو عبارة عن مستطيل الشكل بيتوسطه صحن. هذا الصحن صحن المسجد تم إنشاء في الصحن المسجد بعد كده فسقية أو ميضاءة، ودي كانت اللي أنشأها الأمير طوغان الدوادار، وده كان سنة 815 تقريبا هجرية في دولة مماليك الجراكسة. اللي أنا عايز ألفت انتباه المشاهد برضو إليه إن هذا المسجد هذا الأمير عندما شرح في إنشائه قسم المسجد يعني إلى 4 إيوانات. وكان أكبر الإيوانات في هذه الفترة كان أو 4 أروقة في هذه الفترة. أكبر هذه الأروقة كان رواق القبلة، وده كان يعني مصمم عن طريق بلاطين. طب ايه حكايه الازرق بقى؟ لان برضو المسجد مشهور بان هو الجامع الازرق والايشان الازرق. ده كان مستحدث، وده تم اثناء الترميم اللي قام به الامير ابراهيم اغا مستحفظان في العصر العثماني. هو اللي شرع بقى ان هو يحاول بقدر الامكان يعني يجعل له مدفن داخل هذا المسجد. وناخد بالنا ده مش المدفن برضو، يعني ده مش المدفن التاني اللي موجود داخل المسجد بس. احنا في عندنا ايضا المدفن الخاص بالسلطان علاء الدين كشك بن السلطان الناصر محمد بن قلاوون، موجود بالقرب من المسجد او ملاصق للمسجد. يعني المدفن نفسه بتاع السلطان علاء الدين كشك بن الناصر محمد بن قلاوون ده كان موجود يعني سنة 746. المسجد تم انشاؤه 747 هجرية، والمسجد انشاؤه يعني استغرق ما يقرب من حوالي 6 شهور تقريبا. صلاة الجمعة تمت في المسجد، احنا بنتكلم في شهر ربيع الاخر سنة 748. فيعني ده بعد 6 شهور من البدء في انشاء هذا المسجد. المسجد يعني احنا برضو بنتكلم في مأذنة. هذه المأذنة واخده شكل ال3 دورات، وفي اعلى المأذنة في عندنا مقرنصات طبعا في الدورة الثانية اللي هي المستديرة اللي موجودة في المأذنة. ثم بيعلو المأذنة في عندنا اللي هو الخوذة والهلال النحاسي. ده بالنسبة لشكل المأذنة او شكل المآذن البحرية اللي كانت موجودة فترة المماليك البحرية. وكانت طبعا القاعدة بتاع المأذنة بتبقى طبعا متعامدة. وعندنا طبعا الاشكال كانت موجودة في العصر المملوكي كلها البحرية تكاد تكون يعني قريبة جدا من بعض. فاللي عايز الفت برضو انتباه المشاهد ليه ان هذا المسجد يعني كان ليه اكتر من اسم في العصر المملوكي. الامير نفسه في حجة الوقف نفسها، الوقف اللي هو وضعه للمسجد، ذكر ان هذا المسجد اتسمى بمسجد النور. سبب التسمية او قصة التسمية؟ سبب التسمية، وانا بشكر حضرتك على اللفتة المهمة دي يا دكتورة. ان في بعض الرؤى بتقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى في المنام وفي رؤية ان هو صلى في محراب هذا المسجد. لذلك حتى بعد كده وجدنا ان في العصر العثماني موجود نقش كتابي موجود في رواق القبلة، موجود ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى في المنام وصلى في هذا الاتجاه او في هذه القبلة. ولذلك المسجد سمي بمسجد النور تبركا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ده مهم جدا. السلطان برقوق انا حابب ان انا اروح له، لان هذا الرجل في ايامه حصلت فتنة كبيرة جدا في بلاد الشام، وهذا المسجد كان اللي بيصرف عليه
الاوقاف نفسها اللي كانت